انا قلقان تضيع فلوس ساره زي ما ضيعت فلوسك. ما انا قلت لك يا ابراهيم، الفلوس دي انا ادفعها من نصيبي، بس انا نصيبي ده مش عارف اخده عشان الاداره باسم ساره، وانا مستني التنازل ده علشان اعرف اتصرف وابيع. بس طبعا فلوس بنتك انا ماليش دعوه بيها خالص. يا ابراهيم طب كلم المحامي بتاعك، خد عليا كل الضمانات اللي انت عايزها، هات منه وصولات امانه يا سيدي وانا همضيها قدامك، بس لازم نخلص من الراجل ده قبل ما يأذي حد. ماشي، انا همضي على التنازل، بس لو اكتشفت ان ده حوار انت بتعمله يا خالد علشان تاخد حق ساره، اقسم بالله العظيم هجيب لها حقها تالت ومتلت، حتى لو فيها مشاكل الدنيا والاخره. حقك تقول اللي انت عايزه، انا مقدر اللي انت فيه، فعلا مقدر اللي انت فيه. شكرا يا ابراهيم. وادي يا سيدي اهي صورة التنازل، صورتها لك اول ما مضى. انت معايا غازي ولا لا؟ جميل. تمام. وادي الجملة اللي بتقول ان انا ليا حق الادارة اهي. تمام كده، اطمنت؟ انت بتبيعني الهوا يا خالد؟ بقالك الهوا ايه يا غازي؟ ما الورقة قدامك اهي، كلها كام يوم بس وتخلص الاجراءات وتاخد كل فلوسك. تعرف يا خالد والله العظيم اني بحبك جدا، واقسم بالله العظيم انا من جوه قلبي مش عاوزك تدفع الفلوس. والله العظيم. ليه بقى؟ اصل فكره انك تتاخر عليا بالدفع وانك عمال قاعد تثبتني وبتاع، الحوار ده بقى كل السوق يعرفه، فده بقى يخليني افكر في ايه، اعمل فيك ايه عشان اخليك عبره لكل حد عاوز يتاخر عليا في الدفع. بس ما تقلقش، انا وصلت لحته دي فكره الله حاجه كده كرييتيف يا راجل، حاجه ما حد شافها حتى في الافلام. واقول لك على حاجه، انا فعلا بدات فيها.